السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهارده عن ماتش، طبعا ماتش نهائي القرن يعتبر. ماتش الانتقام، ماتش العودة. هنتكلم معاكم محمود علي عباس. هنتكلم في برنامج دقيقة كورة. هنتكلم عن نهائي بين النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي البيضاوي. طبعا حدث سبق يعتبر، حاجة حصلت لازم الكل يعرف بها ان اللاعب اللي جاب المترجي. طبعا الناس كلها عارفين ان هو جاب جونين في النهائي الموسم اللي فات في نهائي دوري الابطال. على النادي الاهلي طبعا اتعرض لاصابه قويه جدا ومحتمل، وحاجه نسبه كبيره، نسبه 100% ونسبه 99% انه مش هيلعب ماتش العوده بتاع النهائي. وده كان نقطه يعتبر قضت على اللي هي اكبر قوه ليهم ونجم الفريق، واللي كانوا معتمدين عليه اعتماد كبير ان هو هيعوض الماتش النهائي. وكده الطريق وضح والدنيا وضحت، واي واحد لا يفقه اي حاجه في البيتنجان. يعني كانت يعتبر ده زي ما تقول علي معلول في 2016 2017 توب التوب، جه في ماتش النهائي وقع. فيعني ديت حاجه يعتبر نقطه هيتفوق طبعا النادي الاهلي. للنادي الاهلي طبعا حاجه هتفيد النادي الاهلي في السيستم بتاعه والنظام بتاعه اللي هيبدا بيه الماتش. وانا عن نفسي من اول نبدا اي كلام وقت كلام النادي، انا بتوقع النادي الاهلي يكسب الماتش ده يا جماعه ومستريح جدا. في جماهير النادي الاهلي متخوفه ومش عارف قلقانه، وحاجه يقول لك ليه انت فايز هنا 2-1 ومش عارف 2 غلطه علي معلول وكله، رغم ان النادي الاهلي عمل ماتش صراحه على مستوى التكتيك او على مستوى الهجوم، على بعض 3 4 لعيبه كانوا عاملين ماتش احسن من روعه. هنتكلم في حسين الشحات، هنتكلم في كهربا اللي ما كانش احسن حاجه وناس بتنتقده رغم ان هو جايب جون يعتبر من احسن الاجوان. الاستلام والطرود وبوم المرمى دي، لو كان طلعت بره كهربا كان هيتفشخ عامه جمهور النادي الاهلي، لانه كان على راي كذا معلقه انه بيحنكش ساعات زياده وبيحسوكها زياده. لكن عمل ماتش كويس جدا. مصطفى شوبير عمل ماتش صراحه يحسب له، يعني هو ماتش صراحه اللي كان هينجمه ولا كان هيطيره. هي ماتش كان 50 50 50 50 50، وهو كانت مغامره بيه، مغامره انه يبدا الماتش ده. لكن المدرب صراحه اعتمد عليه واداله الثقه وهو كان قد الثقه دي. حسين الشحات اللي عمل ماتش يعتبر عمل دوري ابطال وتشامبيونز ليج الموسم ده، يعتبر من احسن اللعيبه، بل ما كانش افضل لعيب اختارته الكافي. يبقى ناس ما بتفهمش حاجه في الكوره وما بتفهمش حاجه في البتنجان. صراحه عمل دوري ابطال يحسب له، يعتبر عامل تقريبا 7 ولا 8 اسيست، غير الاهداف اللي جايبها، اهداف مؤثره واهداف ادوار متقدمه. هتتكلم في ربع نهائي، هتتكلم في نص نهائي، هتتكلم في الادوار الاقصائيه اللي هي بتطلع الفرق. الاهلي كان بادئ برضه بتذبذبات، لا لاعب على مستوى كبير جدا. نص الملعب مروان عطيه بل اشيد بيه تاني وتالت ورابع، لا لعيب ما جاش منه في نص الملعب بقاله 6 سنين، على مستوى الربط، على مستوى التسديد. قليل ما تلاقي لعيب بيضغط كويس ويفتك الكوره ونظرته حلوه. التشيب اللي بيعمله، الكرات الطويله اللي ما بين الخطوط، التسديدات بتاعته يعني لعيب باستخلاص الكور، تلاقي الضغط على حمل الكره كويس جدا، تلاقي الباصات بتاعته مش اي حاجه كويس، التسديدات بتاعته حاجه كده من ايام الزمن الجميل. يعني حاجه قليل او نادرا ما تلاقي منها في الدوري المصري، حاجه طالع من تحت كده، طالع من الملعب، طالع من الشارع، طالع من الدنيا، مش هتكلم كتير عليه. حاجه كده السوليه كان في مجده ايام في عزه. ديانج برضو بيحاول يجيب مستواه، وطبعا ده مش مستوى ديانج اللي هو بقى من سنتين 3 كان مكسر الدنيا، كان في احسن من كده. الدفاع النادي الاهلي في تحسن مستمر، تحسن مستمر، مش هتكلم فيه. وبرضه ما هننساش العقل المدبر القائد طبعا مارسيل كولر، لا عامل مع النادي الاهلي شغل كبير جدا، شغل كبير جدا جدا. انت هتتكلم في حاجه زي مانويل جوزيه جديد للنادي الاهلي، لا مدرب بيوضح بتاع الشغل الفني اللي بيعمله، سواء ال 4-3-3 اللي ثبتها للنادي الاهلي، الاعتماد على الضغط والقوه البدنيه لديانج، اللمسات اللي بيعملها، يعني ديانج وحمدي فتحي الاثنين في طول الفورمه بتاعته. حمدي فتحي تقريبا عنده كذا عرض، لا لاعب مستواه كويس من حيث افتكاكه للكور، الباصات اللي بين نص الملعب، لاعبا يعتبر 8، انا بالنسبه لي 8 وممكن يلعب 10. مروان حمدي مروان عطيه وديانج الثلاثه في نص الملعب، لا حاجه يعتبر من افضل نص ملعب موجود في افريقيا. على مستوى الدفاع محمد عبد المنعم عامل شغل عالي جدا جدا. على مستوى ناحيه الشمال، ناحيه اليمين بيرسي تاو برضه يعتبر من افضل موسم ليه سواء كان في الدوري سواء في دوري الابطال الموسم ده. هتكلم انه رجع حاجه من الحاجات اللي كان بيعملها لما كان مع سان داونز وكان مع منتخب جنوب افريقيا. في جوان كانت فرديه من بيرسي تاو واضحه جدا، خلصت ماتشات
خلصت ماتشات كبيره جدا، فكلك كذا ماتش. لا بيرسي تاو برده ما ننسالوش حقه. لا لعيبه النادي الاهلي كلها بما يرضي الله فايقه، هنتكلم من حارس مرمى، هنتكلم من دفاع، هنتكلم من نص ملعب، هنتكلم من هجوم. برده الدكه بتاعت النادي الاهلي برده بتنزل بتغير، سواء السوليه كان برده راجع من الاصابه وكلام من ده، بينزل يغير ماتشات كبيره. محمد شريف اللي برده مش واخد حقه، واللي كان نجم يعتبر على اغلبيه 3 4 مواسم، وبرده مش قليل على نجم كبير، يبقى كان واخد الشباك واخد اللقطه واخد كل حاجه، انك لما تيجي تقعده يتقبل ده ويقعد وما يعملش بلبله ولا يعمل اثاره ولا كلام من ده، ولا يقول لك انا عندي عرض من كذا ولا عندي عرض من كذا. لا المدرب جاله مدرب سويسري او مدرب برتغالي او الدنجاني، قال لك يا محمد يا شريف انت دلوقتي رغم انه بيأدي وبيجيب اجوان وبيعمل يعني حاجه، الراجل ده ما تقولش امي ده عيال. محمد شريف ده بيعمل بيأدي وبيتنطط وبيلعب وبيعمل جوان من نص فرص وكلام من ده، بس برضه ما تعرفش دماغ المدربين ايه صراحه. لعيب غير محظوظ بالمره. لعيب المستوى بتاعه عالي، بيظهر في الماتشات الكبيره جدا، ماتشات الاهلي والزمالك دايما محمد شريف بيجيب فيها اجوان. على المستوى الافريقي كان هداف يعتبر البطوله اللي فاتت او البطوله اللي قبليها، لكن صراحه لعيب انا شايفه مش محظوظ بالمره. لما بينزل بيبان التاثير بتاعه والخطوره بتاعته. لا النادي الاهلي ككل لا صراحه منور. انت هتتكلم في دفاع، هتتكلم في هجوم، هتتكلم في نص ملعب، وفي نجم في كل لقطه. معلش في حاجه وقعت كده نظبطها الدنيا وبتاع. هو يعتبر يعني لعيبه يعتبر من افضل ما انجبت اللي ظهرت في البطوله. هتتكلم سواء هتتكلم في نص ما هتتكلم في كل حاجه. مش هتتكلم في ايه ولا ايه صراحه، يعني عملوا ماتش حاجه كده كان فاصل، حاجه وقعت كده مش مهم. حاجه بدائيه كده، هنعدي الدنيا ونلم الدنيا ونمشي الدنيا، يعني ما فيش اي حاجه. هنرجع لموضوعنا تاني. صراحة محمد شريف أنا شايف إن هو يعني يستحق فرص برضه كويسة. ممكن المدرب السويسري باغتهم أو كلام من ده ويبدأ بمحمد الشريف، ما تعرفش. لكن الفرقة بتاعت النادي الأهلي هتتكلم يعني، هم يعتبر من كل حاجة بارزة. وبرضه ما ننساش مدرب النادي الأهلي صراحة موسم كولر. لا مدرب كويس جدا، مدرب تفكيره موجود في الملعب. انا النقطه الوحيده اللي بشوفها عيب في المدرب بتاع النادي الاهلي هي التغييرات بتاعته. يعني مثلا التغييرات في لعيبه ساعات بتستهلك بدنيا عندها 60 عندها 70، انت عارف برضو الكواليتي. بس هو بيعتمد عليهم زياده عن اللزوم. ما تعرفش برضو يمكن يكون عنده خطه كلام من ده، لكن لا بيبقى واضح قوي ان في لعيبه ده مش لا ده بيزك مش عارفه ايه، بيستهلكهم بدنيا. انت بتقول زي بيشفطهم او بيحلبهم بالمعنى البلدي صراحه. بيطلعهم متكسحين يعني يعني هو لعيب عايز ياخد من كل لاعب في الملعب، مع برضه تراكم الماتشات ياخد منه مش 100%، ياخد 110%، بس برضه ده ممكن يولد اصابات. انت عندك لا عندك في الدقيقه 70 غير عادي ما فيهاش حاجه. مش هيقول عليك المدرب اللي مش حنيوك او مش كذا 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 كذا، لا بطل يعني الشغل التاتشات اللي كل مدرب بيعملها ديت. انا شايفها بتبقى غريبه في بعض المدربين، اللي هي الاعتماد التغيير المتاخر قوي. رغم ان يعني ما شفناش الكلام ده من بيب جوارديولا اللي هو اسطوره في التدريب. هنتكلم في فيرجسون، هنتكلم في كذا، هنتكلم في كذا. انا شايف دي النقطه اللي هي بتعيبه عامه. اللعيب مثلا مش في يومه، مش في كذا مش في كذا، لا في احسن في بدائل افضل عند النادي الاهلي. انت هتتكلم على خط النص او هتتكلم عن كذا، هتتكلم عن كذا. في عندك القندوزي في نص الملعب، عندك بدلاء مش برضه بينشرك في الليفل، برضه في لعيبه اعلى من الليفل اللي موجود وتديك حلول اكبر وتديك كل حاجه كويس جدا. لكن باشوف انه مصر على لعيبه بعينها، لعيبه لا, لا انا عايز الاثنين ثلاثه دولت، ومثلا بيتعبوا بدنيا او بيكونوا مستهلكين وواضحين قوي، برضه بيتم معتمد عليهم. انا شايف دي النقطه الوحيده اللي عيب في النادي الاهلي. وانا انت هتتكلمنا عن توقع النتيجه، لان انا هبقى ممكن ما اكونش موجود معاكم ان شاء الله يعني في ظروف سفر وكلام من ده. انا اتوقع ان النادي الاهلي يكسب 2-0، ده لو ما لعبش بربع جنيه. النادي الاهلي الصراحه فايق على كل الاصعده، مش هنتكلم كتير. وبرده انا متوقع ان النادي الاهلي يكسب 2-0، ده ما كانش 3، لكن انا اتوقع 2-0 للنادي الاهلي او 2-1. لكن انا اتوقع، انا شايف ان 2-0 للنادي الاهلي، وخدوها عليا برده. ده كان توقع ماتش النادي الاهلي بتاعه. برده كان في حاجه وقعت هنا ما رضيتش اظبطها وبتاع، قلت برده عشان ما نطلعش نعيد ونزيد، عشان انا هتكل على الله دلوقتي. كان معاكم محمود علي في دقيقه كوره. يعتبر لو انت برده بص، لو عندك اي حاجه كلام من ده كومنت، هو هتلاقيني اي حد هتلاقيني برد عليه. لو قلت لي عايز تتكلم معايا في تكتيك، عايز تتكلم معايا في خطه، عايز تتكلم معايا في اي حاجه، اتكلمت لي في كومنت هتلاقيني برد عليك على طول لو وصلت لاخر الفيديو. وده يعتبر انا شايفه انه نادر انه يحصل. بس كان معاكم محمود علي في دقيقه كوره. لو عجبكم الفيديو ادينا تعليق، مش هتخسر حاجه، ما هتكون برضه مش هي التليفون انت ماسكه 90 ساعه في ال 120 ساعه.
افيدك هتفيدني. كان معكم محمود علي. سلام.